السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان في موضوع ان المطعم بيبيع كتير وفي نفس الوقت هو بيخسر، واتكلمنا قلنا ممكن يكون من الاسباب ديت او من اهم الاسباب ان هو يبقى في بيع كتير بس مفيش مكسب وتوصل لخسارة. ان هو ما بيسعرش صح. ليه سياسة التسعير. كل طبق المفترض بيعرف تكلفته قد ايه وبيضيف عليه التشغيل، والمفترض بيبيع كام طبق منه عشان يشوف لانها بتتحسب بالساعة. يعني ممكن نكون ايه بنقول ان انا بشتغل او المطعم بيشتغل في اليوم مثلا هنقول 12 ساعة. ال 12 ساعة دولت فيهم تكلفة قد ايه؟ يعني الشيف اجرته في الساعة قد كده، والمساعدين اجرتهم في الساعة قد كده. المهم ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده في الفيديو اللي فات، وان اجمالي التكلفة دي لازم تتحط على المادة الخام الأساسية، وبعد كده بنحط نسبة الربح اللي تكون مناسبة. فاغلب المطاعم اللي هي للاسف ممكن بتقفل من السنه الاولى، وفي اللي بيقفل بعد سنتين، وفي اللي بيقدر يستحمل لحد 3 سنين و4 سنين واكتر من كده كمان. انما في الاخر النتيجه بتبقى معروف هتوصل لحد فين. من الاسباب برضو اللي هي يقول لك انا ببيع كتير وبس برضو المطعم بيخسر، اللي هي مراقبه المخزون. احنا هنتكلم بالبلدي، مش هنقول المصطلحات المجعلصه اللي بنسمعها من الاكاديميين، يعني عشان يبقى الموضوع سهل. مراقبه المخزون، يعني المواد الخام اللي احنا بنجيبها معروف دخلت يوم كذا وصلاحيتها قد كده، وايه دخل قبل ده قبل التاريخ ده. يبقى احنا لازما إدارة المخزون والخامات اللي موجودة في المطبخ لازما يكون الشيف اللي موجود أو المسؤول عن المطبخ يكون عارف التواريخ اللي دخلت وايه يخرج قبل ايه، واللحمه دي جت الاول لا ده جت الاول. فيبدا ينظم خروج المنتج على حسب تاريخه. يعني ما كنتش جايب حاجه مثلا من امبارح وجايب النهارده اقوم مشغل بتاعه النهارده واسيب بتاعه امبارح، لا بيبقى لازم يكون في اداره للمخزون، لان ده في الاخر لو ما ظبطتوش هيعمل عندي هدر. اللي هو ايه؟ فضل عندي لحوم مثلا او ايا كان الماتيريال اللي موجوده، فضلت موجوده في المخزن عندي او في المطبخ عندي لحد لما صلاحيتها انتهت. فمن الامانه طبعا خلاص دي منتهيه، يبقى خلاص هتترمي. اترمت طبعا، دي فلوس اترمت في صفيحه القمامه، فلوس المطعم خسرها حتى لو بيبيع كتير. يبقى لازم ان احنا نراقب المخزون بتاعنا والخامات اللي دخلت عندنا علشان نلغي مش نوفر، لا نلغي موضوع ان يكون عندنا هدر في الخامات. نيجي تاني اللي هو يعني دي ممكن حصلت معايا انا شخصيا في احد المطاعم اللي انا كنت شغال فيها. فرحت لقيت عندهم صنف لحوم المفترض ان هم بيطلعوه بالكيلو. فانتوا يا جماعه السيستم القديم ماشي ازاي؟ 1 2 3 وخلاص. فمع الوقت اخوانا انتوا حاسبين الحسبه دي صح؟ انتوا الحسبه دي غلط، غلط جدا. فقال لي ليه غلط؟ ليه يا شيف؟ قال لي انا بجيب اللحمه مثلا ب 600 ليره الكيلو، فاحنا بنبيعها ب 800، يعني بنكسب 200. قلت له بس يعني انت بتطلع اللحمه نص كيلو مستوي. قال لي اه ما هو الزبون ليه نص كيلو عندي. قلت له طيب يعني اللحمه بتفقد حوالي 40% من وزنها بعد السوى، يعني اما بنسوي اللحمه بتفقد حوالي 40%، فالكيلو بيعمل معايا 600 جرام. فالمفترض لما تطلع نص كيلو صافي ما تحسبش على اساس ان انت اللي هو وانت شاريه ني، ما ينفعش. طبعا بتخسر كتير، بتخسر كتير قوي كمان. ازاي ومش ازاي؟ قلت له خلاص التجربه خير دليل. جبنا 2 كيلو لحمه حطيناهم سويناهم صفيناهم في الاخر ورحنا وزنهم صافي، فطلعوا معانا كيلو و200. يا نهار ابيض، يعني احنا الفتره دي كلها بنخسر
لانك انت ما استشرتش الشيف اللي معاك. ما دخل شيف جديد عندك ما قلتلوش النظام اللي انتوا ماشيين بيه ايه والتسعير. يعني موضوع التسعير انا خدت بالي منه بالصدفه، فقلت له التسعير ده غلط ما ينفعش. فالاداره السيئه والغير واعيه والغير فاهمه بتكون سبب من اسباب فشل المطعم. ده من ضمن الاسباب زي ما احنا قلنا. الموقع السيء، يعني انا اروح افتح في مكان مش محتاجني، خاصة لو انت في بلد غريب. يعني انا بروح بخاطب فئة مش عايزاني، مش محتاجة المنتج اللي انا بقدمه. فانا عشان افتح مكان بيقدم اكل مخصص لفئة معينة او لجنسية معينة لازم اكون متواجد جنب الجنسية دي بقدر الامكان وما اكونش متداري. يبقى الموقع المطعم مهم جدا 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 لنجاح المشروع. برضو من ضمن اسباب الفشل الاستقبال السيء. موظف الاستقبال الصالة اللي هو ما عندوش الخبرة الكافية، فهو بيجيب اي حد بحيث ان يكون التكلفة بسيطة بالنسبة للراتب. وهو هيتعلم. طبعا كل الصالة لها اساسيات ولها اسس علمية ازاي هتقابل الزبون وازاي تقف على مرمى مثلا مش عارف كام متر، لازم يكون انت شايفه وهو شايفك، بحيث لو احتاج اي حاجة لازم يلاقي حد من اللي في الصالة متواجدين قصاده او واخد باله منه. برضو من ضمن اسباب الفشل تلاقي ايه صاحب المشروع اتفق مع شيف محترم، شيف كويس قوي، وبدأوا عملوا المنيو وظبطوا امورهم والطلبات ايه وبدأوا يشتغلوا، وفعلا شهر واثنين وثلاثة والامور مستقرة وجميلة وبدأ المكان يعلى. فيقول ايه يا اخوانا، يعني انتوا كل اللي مع شيف دول مش عارفين هو بيعمل ايه؟ اكيد خلاص انتوا اتعلمتوا في خلال 3 شهور بقى. فهو ده كله بيدور في دماغه. طيب احنا بقى نستبدل، يعني الشيف بياخد مبلغ قد كده، خلاص احنا نشوف بقى المساعدين اللي معاه. وخلاص الراجل حط الريسبس بتوعه الطريقه بتاعته والناس اتعلمت وخدت الطريقه والناس بتشتغل اوتوماتيك دلوقتي، خلاص يبقى مفيش داعي من الشيف. فنوفر الجزئية بتاعت راتب الشيف، ويبقى المساعدين الموجودين هيكملوا على نفس النظام ونفس الفكرة والأمور هتمشي. بس حضرتك الدنيا مش كده خالص. يعني الشيف وهو واقف كده عينيه بتبقى لمحة، مناخيره بتبقى شمة، بيعرف يعالج المشاكل اللي بتحصل والعيوب اللي بتحصل. فهو وجود الشيف مش مجرد ان هو بيدي لك خطوات بتتعلمها، لا ده في حاجات كتير جدا، لدرجه ان في حاجات الشيف نفسه ما يقدرش يشرحها، هو عارفها فاهمها بس مش هيعرف يشرحها للي قصاده، لان دي الخبرات بقى. فيجي يبدا خلاص بالشيف، شكرا يا شيف وجزاك الله خير وبتاع ومع السلامه. فيبدا الامور تقل، الجوده بتقل، الطعم بيتغير، الناس الاكيله بتفهم لا مش ده الاكل اللي احنا بناكله، ويبدا المستوى ينزل ويبدا الرجل تخف لحد ما يبقى غير قادر على انه هو يصرف على المشروع بتاعه فبيقفل. فمهم جدا، مش عشان انا موجود في المهنه يعني، انما فعلا مهم جدا ان الشيف اللي عندك يكون قوي. يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت معايا انا شخصيا حاجه زي كده، فكان كان رد فعلي معرفش هو صح ولا غلط. فانا عرفت من حد من المساعدين ان هو جمع الناس في عدم وجودي وانتوا تقدروا تشيلوا الموضوع و حتى من ضمن الناس قال له لا بس في حاجات فعلا احنا ما بنعرفهاش، يعني هو شي بيجي يعمل حاجات احنا لسه ما وصلناش وكده، يا عم الدنيا هتمشي وبتاع. فلما وصلني الكلام فاصبح ان في لازم يكون عقاب، انا اسف في اللفظ يعني. فالعقاب ايه؟ انك تمشي له الدنيا زي ما هو عايز، ان انت تعتذر منه، شكرا انا والله عندي ظروف معينة انا مش هقدر اكمل مع حضرتك وانا بعتذر يعني.
ده تصرف عقابي. العقاب اللي هو ايه، امشي على دماغك بقى وشوف انت عايز تمشي ازاي لوحدك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فطبعا ده اتكرر مره واثنين وثلاثه في اكتر من مكان، وبيكون النتيجه واحده. فسيبك من الشيف محمود، اي شيف عندك ماشي لك الدنيا ومظبط لك الدنيا، ما تحاولش تفكر ان انت تستغنى عن شيف خبره وتقول المساعدين يتعلموا منه هيمشوا بنفس النظام ونفس السيستم والدنيا هتمشي. الامور ما بتمشيش كده. من ضمن برضو اسباب الفشل وعدم اكمال المشروع او استمراره بيكون عدم وجود احتياطي نقدي في البداية بالذات. اللي هو كان حصل في مطعم كان اسمه كارلوس، كنا بدأناه. وكنت قعدت مع صاحب المطعم قلت له لازم هيكون معاك مصاريف قد كده. قلت له مصروف الشهر 1 2 3، يبقى انت لازم يكون معاك احتياطي نقدي ان انت تتغطي الموضوع ده، لا يقل عن مثلا 6 شهور ولا حاجة، على ما المكان يكون قدر يشيل نفسه. فقال لي انا مجهز نفسي، انا مظبوط والدنيا تمام. بعد اسبوع واحد لقيت صاحب المكان بيقول لي ما تتوسط مع العمال ان احنا نمشيها مصاريف، ما اقدرش ادفع رواتب دلوقتي ان الفلوس اللي معايا خلصت. فقلت له بس ده اللي احنا اتفقنا عليه، انت قلت انا معايا الاحتياطي النادي بتاعي وهقدر اظبط بتاع، والله حصل ظروف و فطبعا كان لازم برضو لما اشوف ان الامور مش هتمشي صح، انا ما اقدرش طبعا اضغط على عمال واقول لهم ما تقبضوش. فانا اول من الناس اللي كانت مغادرين قلت له انا اسف، ما فيش حاجه اسمها كده، وانا ما اقدرش اقول للناس ما تقبضوش. فعدم وجود احتياطي نقدي برضو من الاسباب القويه جدا اللي هي تؤدي في الاخر الى فشل المطعم. طولت عليكم في الفيديو دوت، وان شاء الله برضو هنكمل في نفس الكلام اللي احنا بنتكلمه في اسباب فشل المطاعم في اول سنة او سنتين او 3 سنين او اكتر. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.